هاي يا جماعة، تانوي المسلسل ده للمتزوجون فقط، السناجل لأ، حوامل لأ، مخطوبين لأ، حفاظا على الأرواح والحد من الإصابات. وفي الآخر تقول لوسيا شرار السبب وتجري ورايا. بيبتدي مسلسلنا بكاي جينج، الابن الأكبر لعيلة لي، ما هو ليه عيلتين وهنفهم ده قدام. مليونير ورئيس شركة ترفيه، وأخيرا بقى مع اللي بيحلم بيها سنين، الرئيس آسي راسي مؤدب خلوق، دايما كان مستخبي ورا نظاراته بيراقب واحدة بس، سونج شي، جارتهم اليتيمة، صاحبة أخته، حب حياته اللي عمرها ما شافته قبل كده. لحد ما جت هذه الليلة الحمراء والسكرت ونيلت الدنيا ووقعت فريسة لأنيابه الحادة برعاية حديد عز، أجود أنواع الحديد الشديد. وفي عز المعركة طلب منها تتجوزه وتتحمل مسؤوليته وهي وافقت. كانت مغيبة تحت سحر رجولي خاص، وده طبعا سحر الرئيس مش أي كلام. وكانت ليلى تعجز عن وصفها الكلمات. تاني يوم راحت معاه السجل المدني يسجلوا جوازهم، ما هي وعدته تتحمل مسؤوليته لأن هو راجل محافظ وأهم حاجة عنده الشرف، وهي غرغرت بيه النوتشي دي. وفجأة لقيته بيسمع لها عنوانه وباسورد بيته وعايزة تروح تعيش معاه، ما هي مراته بقى وهي أساسا لسه ما تعرفش اسمه. فخد منها شهادة الجواز عشان ما ضيعهاش، هيخليها عنده مؤقت كده لحد ما تيجي تعيش معاه عشان ما تغدرش بيه. أنا عندي شغل مهم النهاردة في الشركة وسفر مفاجئ، هخلي السواق يوصلك البيت. لا لا مش لازم، أنا كمان عندي شغل. وسابها ومشي. شركة وسواق، يبقى أكيد واحد غني ومتربي كويس، شكلي وقعت في الشخص الصح. يس يا فنانة، يس يس، صح الصح. هو قال لها تاخد بالها من نفسها، فعملت له باي باي وهي مبسوطة، وشكل الدنيا أخيرا هتضحك لها، وهجمتها ذكريات امبارح فضغطها وتي. وبعد ما مشي صاحبتها تشينج جت مغرورة مدلعة دمها خفيف، بنت عيلة غنية وبتموت فيها كده، بتموت بيست فريند قوي، وزعقت لها وهزقتها عشان ما جتش تقابل اخوها امبارح بعد ما حضرت لهم ميعاد عشان تجوزهم. اوعي تكوني روحتي قابلتي حبيبك العيلة ده تاني، ده بتاع بنات مش معقول لسه بيديك على قفاكي وساكتة. فافتكرت امبارح لما مشيت وراه وقفشته في مالها مع بنات وهزقته ومسحت بكرامته الارض قدامهم، وحاول يبرر لها ان ده شغل بس مش اكتر ولازم يشرب مع العملاء، وهي تبوس ايديها وش وظهر عشان لقيت حد يقبل بيها اصلا، فسابته وراحت تشرب وسكرت. ما تجيبيش سيرته تاني، انا فوت خلاص من الغيبوبه اللي كنت فيها. طب مش هتحكي لي بقى كنت فين طول الليل امبارح؟ فما كانتش عارفه تروح فين وتيجي منين، ما هي لما سكرت قابلت واحد غريب وحصل اللي حصل. نتكلم في العربيه وهحكي لك كل حاجه. طيب دي عربيه اخويا الكبير، هو عنده شغل النهارده فطلعت بيها من وراه، يلا تعالي نتفسح بيها شويه قبل ما يقفشني. وأول ما ركبت شمت ريحته وافتكرت اللي حصل امبارح وضغطها وتي التاني. ريحة العربية دي أنا حاسة إني شميتها قبل كده. دي ريحة بخور، أصل ماما جابت بخور رجالي طالع في سوق جديد الكل بيستعملوه الأيام دي. طيب مش ده الدبدوب اللي كان عندي وضاع؟ اوعي إيدك، أي حاجة في العربية دي محرم علينا نلمسها. أخويا الكبير عنده وسواس نظافة وترتيب ومحدش يلمس حاجته، ده لو عرف إني خدت العربية دي من وراها يعاقبني ب200 عدة ضغط. هو مرعب قوي للدرجة دي؟ أيوة، ده كمان مدمن شغل ومسيطر كده وبارد وشديد ووشه قطع الخميرة من البيت وما بيحبش البنات، مترهبن كده. أنا أصلا شاكة في ميوله إن هو ملوش في الستات، مش زي أخويا التاني الأيدول طبعه هادي وطيب، نسمة كده نسمة. أنا هجوزهولك وتورثيه ونعيش أنا وأنتي في سلام، أصلا محدش ينفع يدخل بيتنا ده غيرك. أنا اتجوزت. فصوتت في وشها واعترفت لها بكل اللي حصل امبارح، في برج من دماغها طار وكل احلامها المستقبليه معاها اتدمرت في لحظه. بس انتي كنتي المفروض هتتجوزي اخويا وتورثيه ونعيش مع بعض على طول، انتي عارفه انا كنت مستنيه قد ايه اللحظه دي، كنا هنبقى بيست فريندز فور ايفر، ودلوقتي رحتي لحد تاني وخليتي بيا. لا طبعا ما خليتش بيكي، بس انا صحيت لقيتني مدبسه في الجوازه دي، هطلقك منه قبل ما اخويا يعرف. وريني صورته. معيش. طب فين شهاده الجواز؟ ما هو خدها. طب رقم تليفونه؟ معرفوش لسه. يا نهار اسود، ده واحد مكار وخدعك، شافك واحدة بريئة وساذجة واستغلك، ده مش جوز بجد، ده نصاب. بس فجأة النصاب بعت لها رسالة ولسه جايين يشوفوها الموبايل فصل شحن، واتفقت ان هي هتوريه لها لما تليفونها يتشحن، ووعدتها ان هي الوحيدة اللي هتفضل في قلبها وهيبقوا بيست فريندز فور ايفر، وعزمتها على شاورما. في مثل هذا التوقيت الرئيس كان بيكلمها أصلا عشان بيختار لها خاتم الجواز، وهما كانوا قاعدين بياكلوا والتليفون اتشحن. عجبك أني واحد؟ مقاس صباعك كام؟ اختاري أكبر وأغلى واحد، لو بيحبك بجد هيجيبهولك. هو مش كده عيب؟
عيب ايه يا عبيطة، هاتي التليفون ده. يا جوزي انا عايزة التالت من ناحية اليمين، اكبر واحد فيهم، مقاس صباعي 7.5. هاتي التليفون ده. يا لهوي الرسالة راحت، امسحها ازاي دلوقتي؟ انتي عبيطة، ده اكل وشرب فيك امبارح للصبح وعايزة توفري له فلوس، المفروض تاخدي حقك تالت ومتلت، هو الجواز ببلاش ولا ايه؟ اديها يا تشينج اديها. بس كده ممكن يشوفني مادية. احسن، لو مش بيحبك هيطلقك على طول وكده نبقى خلصنا منه. بصراحة أنا خايفة أهلي يعرفوا ويبهدلوني، فلو فعلا طلقني يبقى كده نعتبر إنه ما حصلش حاجة والاتنين أهبل من بعض. في مثل هذا التوقيت الرئيس كان بيسمع الريكورد اللي بتقوله فيه يا جوزي. ده صوت أختي. أيوة يا ريس، أختك قاعدة مع مراتك دلوقتي وهاتك يا تقطيع في فروتك عشان أنت الأخ الكبير الشرير ملك الموت. وحاول يتمالك أعصابه وافتكر لما كان بيراقبها من بعيد وهي بتلعب مع أخته وبيرسمها، شاف فيها الحياة، شاف فيها مستقبله، البراءة اللي بيدور عليها ونظرة عينيها الحنينة، وأقسم لنفسه إنهم لما يكبروا شوية مش هيتجوز غيرها، ودلوقتي أخيرا اتجوزها. وكلم البيت يتأكد وعرف إن هي معاه فعلا وواخد عربيته من وراه، فاشترى الخاتم وبعت رسالة لتشينج إنه عارف إن هي سرقت عربيته وعقابها 200 عدة ضغط، فصوتت. في ايه؟ اخويا الكبير ملك الموت عرف اني خدت عربيته وعاقبني 200 عد ضغط، دي امها داعيه عليها لا تتجوزوا. اهي قاعده جنبك يا بيبي، اهي قاعده جنبك. طب انا كده جبت لها الخاتم اللي اختي اختارته، بس لا، انا عايز مراتي تختار بنفسها. رجل والرجال قليل. اختاري واحد كمان. شكله شايف خاتم الألماس ده غالي عليه ومش عايز يشتريهولك، بخيل قوي وهو سامعها وبيغلي، هتبوظ الجوازة. أنا فاضلي 10 دقايق وأروح المطار، لو مش عاجبك ولا واحد لما أرجع نروح نشتريه سوا. لا 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 مش مستاهلة، هات اللي في الركن الشمال تحت ده كفاية. تمام، استنيني في البيت هرجعلك بعد كام يوم. ولسه تشينج جاية تشوف شكله ايه، قفل السكة في وشها عشان ما تشوفوش، فقعدت تشتم فيه ان هو مش مؤدب ومش مراعي ان هي صاحبتها، ده حتى ما سلمش عليها. بس انا حاسه ان نبره صوته دي انا سمعتها قبل كده. يلا ميسيري هعرفه قدام. كلتي كويس نروح؟ يلا عشان انا محتاجه انام، بكره عندي شغل. تاني يوم بنعرف ان هي شغاله في شركه انتاج، موظفه في قسم تصوير الموديلز والشخصيات المهمه، وهناك اتعرفت على العارضه لينج، عجبتها قوي تصويرها وصورها وطلبت هي اللي تصورها من هنا ورايح. وفجاه جه العرشان حبيبها السابق الخاين واتخانق معاها عشان ما بتردش عليه من امبارح. احنا خلاص انفصلنا، ملكش حاجة عندي. انفصلنا؟ ده كله بسبب شغلي؟ وقعد يهلهل ومسكها غصب عنها وعايرة ان هي مش هتلاقي واحد زيه يقبل بيها، فضربته بالقلم وانتقمت لكرامتها وشتمته قدامهم كلهم، مش هتضيع وقتها تاني معاه. وبعدين انا اتجوزت خلاص، وجوزي لو شافك معايا هيبهدلك. اتجوزتي؟ بتمثلي عليا عشان تضايقيني؟ مين اللي يقبل يتجوزك اصلا؟ وفجأة موظفين محل المجوهرات اللي الريس طلب لها منه الخواتم جولها مكان شغلها، والكل كان مستغرب مين اللي بعت لها المجوهرات دي، ده ما طلعش بخيل ولا نصاب. نيسا سونج، ده الخاتم التاني اللي جوز حضرتك حضرهولك، واحد اسمه الإخلاص والتاني اسمه الوفاء. وازيك يا وفاء وازاي يمك؟ فقلبها اتاخد، هو في حد بيعمل كده؟ لا يا بيبي مفيش، دي كلها أفلام ومسلسلات، ده خيال علمي ده. وبعت لها رسالة: حبيبتي استلمتي خواتم الجواز؟ شفت جوزي يقدر يعمل ايه؟ فلو قربت مني تاني ما تلومش الا نفسك. والحراس جم وخدوه، وفجأة المدير كلمه وقال له ان هو اترفد، فكانت مستغربة مين اللي عمل كده، بس يستاهل. ولما دخلت فضل يتصل بيها فعلقت الخط. في نفس الوقت ده الرئيس كان عارف اللي حصل معاها وهو اللي اتصل على الشركة ورفضه. هي ما بتردش عليا ليه؟ ليه تليفونها بيدي مشغول؟ شكلها عملت لك حظر يا ريس عشان كده مشغول. قصدي يعني دي الحالة الوحيدة اللي التليفون بيكون فيها مشغول، بس انت مستحيل تعمل لك حظر، هي ممكن تكون بتتكلم حد في تليفون بجد. ممكن تكون زعلت مني عشان كشفت موضوع جوازها قدام الناس في شغلها، انا غلطان برضو، كان لازم استأذنها. وبيمر الوقت وكانت في بيت عيلته مع اخته بيحاولوا يقدروا الخواتم دي بكام مليون عشان يبيعوها بعد ما تتطلق منه ويعملوا بيها اللي هم نفسهم فيه، واتفقوا ان هي تعرف اسم عيلته عشان يدوروا وراه كويس ولا لا، ويمكن يطلع تاجر مخدرات في الاخر عشان كده معاه فلوس لا حصر لها. فبعتت له رساله: اسم عيلتك ايه؟ هي فتحت البلوك، يا ترى لسه زعلانه مني؟ ورد عليها ان اسم العيله جينج. اسم العيله جينج؟ على حسب معرفتي مفيش في بكين ناس معروفه باسم جينج غير عيله واحده بس، عيله جدي من ناحيه امي. الراجل ده نصاب وبينتحل شخصيه ناس تانية وانا هقفشه بنفسي.
وكلمت أخوها. ألو يا كبير. قولي عايزة كام؟ لا مش عايزة فلوس، أنا عايزاك تساعدني في حاجة. هو في بكين في عيلة تانية غير عيلة جدي اسمها جينج؟ لا مفيش. طب تفتكر مين اللي يقدر في لحظة كده يشتري خاتمين ألماس يقدروا بالملايين غير عيلة جينج؟ مفيش. طيب تمام، همشي أنا بقى. استني، هو أنا لو عايز أصالح حد أصالحه ازاي؟ فقفلت السكة في وشه وقعدت تصوت. النخلة طلعت ورد وعزرائيل بنفسه بيسألني ازاي صالح حد. أخويا اتلبس. اهدي بس اهدي، في ايه؟ أنا عشان خاطرك خاطرت بحياتي وكلمت ملك الموت بنفسي، ده أنا كنت هموت من خوفي. مش متخيلة صوته عامل ازاي وهو بيرد عليا وفي الآخر بيقولي إن هو عايز يصالح حد. ده مش منطقي، أنا أخويا اتلبس بجد. أكيد دي روح ستي. المهم احنا كده عرفنا حاجة، إن جوزك واحد نصاب. أكيد لأ، ده كان صادق معايا قوي وهو في حضني وكان دافي. والتانت جت قبل ما تشينج تشتمها. سونج تعتبر عايشة معاهم في البيت، لأن ده بيت البيست فريند، وكمان عمها عايش جنبهم وهو اللي خدها رباها من صغرها بعد ما أهلها ماتوا في حادثة. ومن صغرهم وهم أصحاب، بس لحد دلوقتي ما شافتش أخواتها الاتنين، معرفش ازاي، بس دي المسلسلات الصيني. وطنط طلعت شوية صور كده تاخد رأيها فيهم، لأن دي عروسة جديدة لابنها اللي هو جوزها أصلا وهي لسه ما تعرفش. فافتكرت دي العارضة اللي شافتها الصبح وكلهم وافقوا عليها، وأنا عايزة ألتم. وتشينج كالعادة فضلت تشتم في أخوها الكبير إن هو ملك الموت واللي هتتجوزه أمها الداعية عليها، وأنا نفسي أدخل أسقف لها على وشها وأقول لها اتهجي وتلمي، ده الريس يا جزمة. مش فاهمك انتي. وطبعا كل ما بتقول كده كل ما سونج بتخاف منه أكتر وبتكرهه أكتر. ويمر الوقت وطلعوا عملوا ماسكات البنات وقاعدين يستقنيسوا في الأوضة. اعملي مكالمة لجوزك كده وأنا هصور شكله من ورا، وبعديها أبعت الصورة دي لأخويا التاني وهو اللي هيساعدنا بقى. فبعتت له رسالة إن هي عايزة تكلمه فيديو. وفي مثل هذا التوقيت كان الرئيس بياخد دش على أمل إن مراته حبيبته هتجيله البيت بقى، رجع من السفر بدري عشانها برعاية حديد عز، أجود أنواع الحديد الشديد. وأول ما التليفون رن رد عليها بسرعة. حبيبي وحشتني قوي، عايزة أشوف وشك الجميل ده، يلا افتح الكاميرا. بس بقى هاتي ده. أنا هرب بيكي، عمالة تملي دماغها بأفكارها بلا زيك. ماشي، أنا مشغول دلوقتي، لما أفضل هكلمك. أحب أبدي إعجابي بروب الرئيس قوي. الراجل اللي بيلبس الروب ده في البيت يا بنات كده بيبقى شكله شيك وابن ناس، ودي نقطة مهمة جدا من قاموس يا شرارة لحياة زوجية أفضل. هي الآنسة الصغيرة عملت 200 عدد ضغط؟ عملت 100 بس وما كملتهمش عشان عندها العذر الشهري. طيب خليها تكملهم دلوقتي. بس كده البنت هتتعب، احنا في نص الليل. قولي لها ولو ما كملتهمش هيبقوا 1000، وصوري لي فيديو. كل ده عشان يطلعها من الأوضة ويعرف يكلم مراته حبيبته فيديو براحته. لازم يحافظ على هويته السرية لحسن تطلقه. أيوة يا ريس، أيوة حطي الكريم ده، حط أيوة ارفعها كده برعاية شركة الحديد والصلب. وطلع بره يكلمها على رواقه، بس الإضاءة ما كانتش حلوة فكان بيتنقل من هنا لهنا، عاشق قوي. وهي أول ما شافته صوتت. انت مش لابس هدوم ليه؟ أنا آسف، لسه طالع من الحمام فما كنتش عايزك تستني كتير واستعجلت. وبعدين حتى لو مش لابس خالص، مش المفروض شفتي كل حاجة في الليلة دي؟ أيوة برضو بس ما ينفعش. فأخته دخلت عليها تدعي عليه عشان هو قاسي وعايزة تعمل الضغط بالليل، وقعدت تشتم في أمه فطلعتها بسرعة عشان ما تشوفوش وبلبوس كده. جوزها برضو بتغير عليه وهو كان مبسوط قوي. يلا البس هدومك بسرعة. بس احنا جوازنا قانوني، انتي خايفة صاحبتك تشوفني ليه؟ ده مش خوف، بس انت عضلاتك جامدة قوي، فمين اللي هتقدر تستحمل تبصلك كده؟ هتتخض. وافتكرت ما حدث بالأمس وضغطها ويتشي للمرة المليون. مالك؟ حاسك تعبانة، عندك هبوط؟ أيوة يا ريس، دي عندها هبوط حاد من امبارح. طيب داري نفسك أو البس حاجة عشان صاحبتي لما تشوفك بس ما تتخضش. بس صاحبتك ما تهمنيش. انتي بس اللي تهميني. برضو ما ينفعش، الراجل المتجوز لازم يبقى محترم. ولما الراجل يبقى محترم قدام مراته يبقى ده جواز؟ بعدين أنا مش هقلع غير ليكي انتي بس. هو ده الزوج المحترم بجد يا فنانة. المهم أنا مسافر بعد يومين تاني في شغل في مدينة المينا، عايزاني أجيب لك حاجة وأنا جاي. احنا مش قريبين للدرجة دي فمش عايزة حاجة، ما تكلفش نفسك. مش قريبين؟ لو مش قريبين أمال ايه اللي على رقبتي ده؟
وهي كانت عايزة الأرض تتشق وتبلعها دلوقتي، ما هي دي دوافرها. ولو شايفة إن إحنا مش قريبين كفاية استنيني لما ارجع بعد يومين وافكرك كويس قد إحنا قريبين. ما بس بقى يا ريس، ما بس بقى، بنتي لسه داخلة جواز جديد. بس لا إحنا قريبين خلاص. بس لما ترجع ينفع تقابل صاحبتي؟ اصل هي عرفت اني اتجوزت وهي مش مطمنه وعايزه تشوفك، هي اقرب واحده ليا. أنا بعتبرها عيلتي الوحيدة. زي ما تحبي. فطمنت وقلبها ارتاح، ده مش نصاب. ومسكت تيتي تقول لها جوز امك طلع طيب يا تيتي وحنين ومش نصاب، ما حد يخش يجيب لي تيتي دي. تيتي اختي بوبوس قد كده اهو. تاني يوم صحيت لقيته باعت لها صور لانواع كيكات وعايز يعرف هي بتحب النكهه ايه، فبعتت له ان هي بتحب العنب الاخضر. واخته جت لها عشان تاخدها يروحوا يحضروا حفل توقيع معجبين اخوها الصغير النجم المشهور، وده اللي هي عايزه تجوزه لها اصلا. بقول لك ايه، عروسه اخويا الكبير جايه لنا النهارده، فيلا نهرب بسرعه عشان هو كمان جاي يشوفها. وخدتها ونزلت واتفاجئت باسطول عربيته. الملك رجع، يا نهار اسود لو مسكني هنروح في داهيه، يلا تعالي بسرعه. وخدتها وجريت من جنبه، وهو ما شافش حاجه ودخل البيت على امل ان هو يشوفها ويعترف. وكان جايب لها كيكه العنب الاخضر، وامه عرفته على اللينج وإنهم لازم يقعدوا يتكلموا مع بعض، فأحرجها بالكلام إن هو جايب الكيكة دي لمراته. فاتصدموا. أنا آسف إن والدتي سببت سوء تفاهم، بس أنا متجوز فمش هينفع أتعرف عليكي. فاتضايقت وخدت شنطتها ومشيت. وعرف من أمه إن أخوه الصغير هيتجوز صاحبة أخته، وهو الكبير هيفضل قاعد معنس كده. ده معنس ده يا طنط؟ انتوا بتفكروا منين؟ من ورا؟ وعرف إن تشينج خدتها وراحت حفلة أخوه، فطلع شهادة الجواز لأمه. سونج شي؟ انت اتجوزت سونج شي؟ انت فاكرني اصدقك؟ دي فوتوشوب. كل ده عشان تهرب من الجواز؟ اخصى عليك، وانا اللي قلت ان انت اعقل واحد فيهم كده تحرمني من الحفيد؟ معلش يا ريس، حقك عليا انا. مش مصدقاني؟ خلاص. رايح فين؟ رايح اجيب لك الحفيد. اجي معاك يا ريس، اجي معاك يا ريس. وده اخوهم جين، ايدول مشهور والبنات كلها هتموت عليه. يلا دلوقتي فقرة الاسئلة، ارفعي ايدك وتفاعلي معاه. بس انا اتجوزت خلاص، ما ينفعش اعمل كده. ما هو يا حبيبتي كده كده هتطلعي قريب، فلازم تظبطي مستقبلك من دلوقتي وما تضيعيش وقت. وبعدين جوزك ده نصاب، حتى لو خنتيه محدش هيلومك. يلا ما تخافيش، انا هقف في ظهرك. وفجأة زقتها عشان تطلع هي، وبما انه ايدولها المفضل فكانت مبسوطة برضه وادت له الورد. ولسه هتجري، المذيعة وقفتها لان دلوقتي فقرة حضن الايدول، وهي كانت واقفة مكسوفة ومحرجة. هي ست متجوزة دلوقتي والحاجات دي للسناجل بس. ايه يعني انا ما ينفعش اروح حفل توقيع معجبين جونكوك خلاص؟ شت. وتشينج فضلت تشجعها على الفسق والعدوان، وقرب منها عشان يحضنها، وهوب الرئيس جه. ويا فرحة ما تمت، وتشينج هربت بسرعة قبل ما يعملها شاورما. شكرا لكل الناس اللي بيحبوا جين، انا باعتباري مدير اعماله جيت النهارده بنفسي عشان اعمل له مفاجأة. ورمى المايك مش طايق نفسه، والناس كلها افتكرت ان في حاجة بينهم بسكليتة، لانه قطع لحظة الحضن فاكيد بيغير عليه. وهي دماغها لفت شمال، وانه مش بعيد يكون متجوزها في الاخر عشان يداري على ميوله السودة. ايه يا جماعة ما تفهموش غلط، ده اخويا وهو كان مسافر بس وانا ما شفتوش بقالي كتير، فجيب نفسه عشان يعمل لي مفاجأة. والرئيس كان مبسوط قوي لانه بدأ يكشف لها الحقيقة واحدة واحدة، بس هي دماغها لسه حادفة شمال، وكلام الناس ما بيرحمش ومش مصدقينهم، فسابته وجريت. وراح وراها وخد عربيته، وما كانش طايق نفسه تكة واحدة وهي في درسها. دي لسه من شوية كانت هتحضن أخوه. يلا نتطلق. انتي بتقولي ايه؟ انا اسفة بجد، ما كنتش عارفة ان انت بتدور على زوجة شكلية بس عشان تستعملها كستار وتخبي وراها ميولك. زوجة شكلية؟ أيوة، بص أنا ست طبيعية بس انت راجل مش طبيعي، فيلا نروح السجل المدني ونسجل الطلاق. ففهم دي واخدة الموضوع غلط، ودلوقتي مراته اللي خلاص بقت في ايده هتنفصل عنه بسهولة كده سحقا. بصي جين ده اخويا الصغير. ما انا فاهمة، ما كلهم بيقولوا كده، بس انا مش كده، هو اخويا الصغير بجد. يعني انت اخو جين الكبير؟ ايوه. ودلوقتي مش هنتطلق صح؟ لا ده احنا هنتطلق. ليه؟ ما عشان اخوك كبير شديد وقاسي وبارد وملك الموت في نفسه، وبيحب يعاقب الناس وشرير، ووشه يقطع الخميرة من البيت، وكمان قرب يبقى عنده 30 سنة يعني عجوز، وفي فرق كبير بيننا في السن، عشان كده لازم يتطلق. حد يضرب على البقعة. قاسي وبارد وبيعاقب الناس وكبير في السن، ها؟ ماشي يا تشينج ماشي. بصي انا مش اخوه بالدم، بس العلاقة اللي بيني وبينه زي اخوات حقيقيين، مفيش بينا حاجة اكتر من كده. وهو طبعا عمل كده يكسب شوية وقت يحببها فيه قبل ما يعترف لها بالحقيقة.
بس أنا ميولي طبيعية، أنا راجل، والليلة دي كانت أول ليلة ليا مع واحدة ست، عشان أنا شخص محترم وكل ميولي دلوقتي بتدور حواليكي انتي وبس. وانت بتقولي الكلام ده ليه؟ عشان عايزة أطمنك إن علاقتي بجين نظيفة وواضحة، وهو مجرد فنان عندي بس في الشركة. أنا راجل طبيعي وبحب الستات. لا، مش الستات، انتي بس. انتي مراتي أخلاقيا وقانونيا، فما فيش داعي للطلاق. طب ليه لما دخلت كنت متضايق كده ومسكت ايده كأنك غيران عليه؟ ما أنا لقيت مراتي هتحضن راجل تاني، المفروض كنت أعمل إيه؟ وبعدين دي أول مرة أتجوز ومش عارفة أتصرف إزاي أو أعبر عن مشاعري. أنا عايزة أكون زوج مثالي، ومش عايزة مراتي تبص لأي حد غيري، عايزة أعمل لها كل اللي هي نفسها فيه وما تشوفش حد غيري أبدا. طيب خلاص، مصدقاك. هو بيبصيلي زي الكلاب الصغيرة كده ليه؟ وأنا بضعف بسرعة كده ليه؟ مدام كاي، لسه برضو عايزة تطلقيني؟ طيب يلا يا مراتي نرجع البيت. يلا يا ريس، يلا وألف ألف مبروك وعقبال البكيري. وطول الطريق كانت سرحانة فيه وفي أفكارها القذرة، بس الست متجوزة فبراحتها يعني. شكلي حلو؟ حلو أوي. لما نرجع البيت أخليكي تتفرجي عليا براحتك. يا لهوي، فهمني، لازم أظبط نفسي بسرعة، لازم أظبط نفسي. بس الواحدة ما بتلاقيش واحد حلو كده كل يوم، وبعدين ده جوزي يعني حلال. هتفرج بس، مش هعمل حاجة تانية. وهو كان مبسوط، عارف اللي بيدور في دماغها. احنا وصلنا، استني بس هنزل أرد على مكالمة الأول. انزل يا ريس، كلنا مستنيينك، كلنا. جون، من بكرة هات مدير لجين، أنا مش هقدر أمسك شغله الفترة دي عشان مراتي فهمت حاجة غلط. وكمان شغل أختي الصغيرة، أي حاجة تشغلها عنها وخلاص. ماشي يا ريس. وهي كانت بتحاول تصوره عشان تبعت صورته لتشينج ومعرفتش، التليفون وقع منها. حبيبتي وصلنا البيت. ماشي يا يلا بينا. وأول ما دخلت البيت نزل لها على الأرض يلبسها الشبشب في رجليها. طب ورجلي بنيتي. طب حسبي الله ونعم الوكيل. بيتك كبير قوي. لا، ده بيتنا، ملكنا احنا الاتنين. من يوم الجواز وانا قلتلك الباسورد بس انتي ما جيتيش تعيشي معايا. أنا آسفة، كنت قاعدة عند صاحبتي، وبعدين أنا لسه ما خدتش عليك. بس المفروض انتي مراتي دلوقتي وتيجي تعيشي معايا. وهو أنت هتفضل هنا؟ أمال هيروح فين يا بيبي؟ أكيد هيفضل هنا، ما تدخلونا اديها على بقها. ودخلت قعدت وجاب لها مية وعقد. مدام كاي، أنا عايزة أعمل معاكي اتفاق. والورقة اللي قدامنا دي كان فيها شروط، منها وقت الحضن ممنوع تقوم بسرعة، ولو في ظروف خاصة أو تعبانة تقوله الأول، وممكن يستبدل الحضن ببوسة أو مسكة إيد. وكمان ننام مع بعض في سرير واحد حتى لو متخانقين، وكل ويك اند نخرج سوا، وآخر حاجة ما تبعدينيش لما أقرب منك. ايه رأيك؟ الشروط دي مش مريحة ليكي؟ والله أنا شايفة إن الراجل اللي عمل اللي عليه وعدى العيب وأزح. بس أول حاجة احنا مش متعودين على بعض لسه، وأنا بنام بصعوبة في سرير جديد فمش عارفة أنام جنبك دلوقتي. وتاني حاجة أنا شغلي في التصوير ممكن يقعد اليوم كله وممكن يقعد أسبوع كامل، فما وعدكش إن احنا نخرج سوا في الويك اند. وبالنسبة إن أنت تقرب مني فالحاجات دي بتيجي مع الوقت مش بالإجبار. بس برضو ده من حقه، ودي حاجة عادية بين أي اتنين متجوزين. أنا كده برفضه، أنا غلطانة. أيوة غلطانة، والغلط راكبك من ساسك لراسك، عشان الرئيس عامل اللي عليه وزيادة، وهو كان متمالك نفسه. ما هو الغرض من الجواز اتنين يشاركوا بعض الحياة، وهو مش عايزها تفهمه غلط ولا تخاف منه. لو مش موافق يبقى نتطلق. لا، موافق بجد. احنا متجوزين يعني قدامنا العمر كله، وكل حاجة هتبقى على راحتك وبمزاجك انتي. أنا عايزك بس تكوني مبسوطة. خلاص، كسب قلبها وقلبي وقلب أمي وقلب بناتي. روح يا ريس، كلنا راضيين عنك. مدام كاي، عندك وقت بعد الظهر؟ أنا حجزت في مركز تسجيل العقارات عشان أضيف اسمك على عقد الشقة. بسرعة كده؟ أيوه، عشان تكوني مطمنة، وده يعتبر مهرك وتيجي تعيشي معايا براحتك. وقرب منها يمكن تلاقي راحتها في عينيه. أنا كمان نفسي مراتي تعيش معايا. مش من حقي؟ من حقك.
وبيمر الوقت، وبعد ما رجعوا البيت كانت لسه في حالة ذهول. كل دي سندات ملكية، كل دي شقق عمارات. هي انتي مراتي، كل اللي أملكه ملكك. طيب مش خايف تخسر كل حاجة لو اتطلقنا؟ مفيش لو، ومش هحس اني خسرت عشان انتي تستحقي كل ده. وبعدين اني اتجوزك ده شرف كبير ليا. هو انت بتتكلم كده ليه؟ انت كنت تعرفني قبل كده؟ شكلك عارفني. فقرب منها بهدوء، يمكن تكون هي دي اللحظة اللي يعترف بيها بكل حاجة. عايزة تعرفي؟ أنا ولسه هيعبر لها عن حبه، فاقت من سحره. الوقت اتأخر، هروح أنام في أوضة الضيوف. بس قلبه ما كانش راضي، لازم يعبر لها عن مشاعره، لازم يعترف لها بكل حاجة النهاردة. بس انت وعدتني. وعدتك بإيه؟ إنك مش هتقرب. صح، أنا كنت بهزر معاكي، بس عموما انتي هتنامي هنا وأنا اللي هنام في أوضة الضيوف. طالما انتي متعودة تنامي في السرير لوحدك، يبقى المفروض تتعودي على سريري من دلوقتي، ولما تتعودي عليه ساعتها هرجع أنام هنا تاني. مش كده أحسن؟ طيب يلا، تصبحي على خير. وانت من أهله. ايه الجوز الحلو ده؟ هو انا في مسلسل ولا دي رواية؟ وفضلت تشيساوت ودماغها راحت لأفكار زوجية بحتة، بس فوقت نفسها بسرعة لما تتعود على السرير الأول. أنا مش عارفة يا أختي إيه الدلع ده. يلا، المسلسل كده كده مليان أحداث قدام. وقعدت تكلم تشينج وحكت له اللي حصل، وإنها حرماه من حقوقه الزوجية، فاتفقوا إن هي هتجيبوه بكرة على بيت عيلتهم عشان يتعرفوا عليه، ما هم يعتبروا أهلها الروحانيين برضو، عشان لو اطمنوا له تسلم له قلبها بقى. دي أنا وأنا ماشية ورا شيلة بالظبط، مع إني الكبيرة سحقا. تاني يوم صحيت لقيته بيحضر لها الفطار. صباح الخير، تعالي افطري. وهي كانت مبسوطة، حد يلاقي الدلع وما يتدلعش، وما كانتش عارفة تفتح معاه موضوع زيارة بيت عيلة صاحبتها ازاي. مالك؟ هو انت فاضي النهاردة تيجي معايا بيت عيلة ليه؟ أصل صاحبتي وباباها ومامتها وأخوها كلهم عايزين يشوفوك. فافتكر الكلام اللي قالته له في العربية عن أخو صاحبتها الكبير اللي وشه يقطع الخميرة من البيت، واضطر يوافق. ما هي اللحظة دي جاية. وطول الطريق كان متوتر ومرتبك، خايف لما تكتشف الحقيقة وتعرف هو مين تسيبه. انت متوتر كده ليه؟ دول ناس كويسين. وبعدين هو انت مش تعرف جين وزي أخوك الصغير، فأكيد تعرف باباه برضو. وهو ما كانش عارف يروح فين ويجي منين. بس أنا عايزة أطلب منك طلب، ما تزعلش أخوه الكبير. ليه؟ عشان هو عصبي قوي وهيعمل مشاكل، ده فظيع. فقعد يكح. مالك، انت كويس؟ باين كده ان في حد بيجيب في سيرتي. وفضل يفكر طول الطريق في عقاب جديد لأخته كلبوبة اللي قد كده اهو. وأول ما وصلوا خد الهدايا وجري وراها. مراتي، مش هتسيبيني مهما يحصل، صح؟ سيبك ايه، ما تتوترش كده، دي هتبقى قعدة عائلية بس مش أكتر. وهو كان على أعصابه، وفجأة ماما وانج فتحت لهم الباب. البيه؟ أيوة، بسأل على البيه لو هنا. لا، البيه الصغير خرج، أصل جد العيلة دخل المستشفى فجأة وهم كلهم راحوا له دلوقتي. ماما وانج بترد عليه عادي عشان هو البيه الكبير، وفاكرة إنه بيسأل على البيه الصغير، والتانية مش فاهمة حاجة وده العادي. ودخلتها تستناهم لما يرجعوا، وهو بصلها عشان ما تتكلمش. خليك هنا وأنا هطلع هجيب هدومي اللي سبتها من امبارح. ماشي. وطلعت وسابته مع توتشي. بس يا واد ما تطلعش على الكنبة. توتشي لا، خد تعالى هنا، خد. هو حضرتك ما رحتش معاهم المستشفى ليه؟ ما أنا جيت عشان أساعدها تاخد حاجتها. هقعد شوية وهمشي، وإياكي تفتحي بقك. حاضر. وبيمر الوقت ونزلت بشنطتها، فطلع ياخدها منها. هو صحيح ماما وانجي ليه نادتك يا بيه؟ ما أنا كنت باجي هنا كتير عشان جين، ما أنا مدير أعماله. صح. وتوتشي طلع يلعب معاها، بس الريس زغر له زغرة كده خلاه ينزل من سكات. الكلب ده دايما شقي، ازاي أول ما بصيت له خاف كده؟ هو بيخاف من القوي بس. أيوة صح، وانت قوي قوي. ايه ده اللي أنا قلته ده؟ هو أنا بعكسه؟ قلتي ايه؟ كملي. أقصد يعني إن انت شكلك قوي والناس كلها تخاف منك. لا، أنا لسه برضو مش فاهم، ممكن مدام كاي تشرح أكتر. وهوب لحقها قبل ما تقع، بس قبل ما يفهم أكتر تليفونه رن. وطلع جده خلاه يعمل عيانة عشان يفضي البيت، كل ده عشان يبعتهم على المستشفى ويكسب شوية وقت. شكلك جايب واحدة صاحبتك البيت ومش عايز حد يقفشك. هو انت فاكرني ازيك يا جدو ولا ايه؟ يلا خلاص، تقدر تقوم دلوقتي. دي مراتي يا جدو، مراتي. ايه الجوز الحلو ده؟ ايه الجوز القمر ده؟
وبتمر الأيام وهي خارجة من شغلها عشان وقفها وقعد يترجاها عشان ترجع له، ولما رفضته عايرها إن من صغرها عايشة من غير لا أب ولا أم، واحدة يتيمة بتجري ورا الحب، بتجري ورا الحنية، ومش عارف شايفة نفسها على إيه، وأكيد بتعمل كل ده عشان تلفت نظره لأن ما عندهاش حد يحبها وطول عمرها وحيدة. دي غلطتي إن أنا وريتك أضعف وأحن جزء فيا عشان تحس بيا وتحبني، ودلوقتي كل ده تحاول لسلاح تدمرني بيه. وضربته بالقلم. فعلا الانفصال بيبين وشوش الرجالة الحقيقية، انت واحد مقرف، وهزقته وشتمته وخدت حقها منه. وده يعلمنا كبنات ما نحكيش نقاط ضعفنا لأي راجل في الدنيا حتى لو كان مين غير أخوكي وأبوكي بس، لأن النفوس بتتغير مع الوقت، والجواز زي البطيخة، يا حمرة يا قرعة. وفضلت تمدح في جوزها وإن حمامه أكبر من بيته كله، لكنه كان لسه مقتنعة إن هي بتمثل عليه عشان تزيحه من طريقها وخلاص، لحد ما جه الريس وعلمه الأدب. أنا جوزها. جوز مين يا جوز أنت؟ أنت أكيد البوديجارد اللي هي مأجرة عشان تضايقني بيه، دي مراتي والموضوع بينا ومحدش يتدخل. مرات مين يا أراجوز أنت؟ أيوة يا ريس، الولي دراعه كده، أيوة يا ريس، اديله. وهي كانت متاخدة من قوته وخدها ومشي بدل ما يرتكب جريمة دلوقتي. ولما ركبوا العربية ما كانش طايق نفسه. أنا أسفة، عملت لك مشاكل مع حبيبي القديم، أصل احنا كنا مع بعض 3 سنين وانفصلت عنه في الليلة اللي كنت معاك فيها، فهو مش مستوعب إني عملت فيه كده. هو أنت زعلان؟ إيه السؤال ده؟ ما أكيد زعلان، اتجوز واحدة عملت له مشاكل من أولها وعيلتها معقدة ومش في نفس المستوى الاجتماعي بتاعه ولا حتى بتديله حقوق زوجية، فأكيد ندمان دلوقتي. لو انت شايف انك اتسرعت في الجوازة دي ممكن تطلقني. لما تحصل حاجة زي دي تاني تكلمي البوليس الأول وتكلميني، واللي يجي أسرع هو اللي ينقذك. وكمان كلمة طلاق دي مش عايز اسمعها منك تاني. احنا متجوزين، يعني هنعدي كل حاجة مع بعض مهما حصل، وانا دايما هبقى واقف في صفك مش ضدك. فقلبها اتاخد ولقيت نفسها بتقع في حب اكتر. ازاي بس ده تقول له لا؟ ولما خدها البيت فتح لها دريسنج روم اللي هو جهزها لها. انا اسف، احنا اتجوزنا بسرعة فما لحقتش اعمل لك حاجة اكبر من كده. لا كده حلو قوي. وافتكرت زمان وهي صغيرة لما كانت عايشة في نفس المستوى الاجتماعي ده قبل ما أهلها يموتوا ويسيبوها تواجه الدنيا لوحدها. مدام كاي تعالي أوريكي حاجة. وخدها من إيديها لأوضة الخزنة. هنا ممتلكاتي الخاصة، أرباح السنة وعقارات وكل حاجة، لو عايزة منهم حاجة قوليلي واصرفي براحتك. وانت بتديني كل ده ليه؟ كبار العيلة قالوا بعد الجواز فلوس الراجل لازم تبقى لمراته، احنا بنشتغل عشانكم، فمن هنا ورايح اصرفي في كل حاجة من غير ما ترجعي لي. ايوه يا بنات كلامه صح، انا اعرف ناس صينيين قالوا لي نفس الكلام، ان هناك الراجل لما بيقبض بيدي مرتبه لمراته، ولما بيكون عنده املاك او مقتدر بيشاركها برضو معاها، وده شيء من الاحترام وتقديم الحب، وده طبعا للراجل المقتدر. اما الشاب العادي فهو لما بيقبض مرتبه بيدي لمراته برضو، وهي تدير البيت وتمسك كل حاجة. هناك الرجل والرجال قليل كتير قوي. انتي مراتي فانتي اللي هتكوني مسؤولة عن بيتنا. بيتنا. هو أنا كده خلاص بقى عندي بيت وعيلة وجوز زي ده؟ والفنانة كانت مبسوطة قوي وستيل بتصوت في دماغها. طيب مدام كاي، بما إني ولد شاطر ومجتهد كده مش المفروض تديني مكافأة؟ وقرب منها ياخد ثمار مجهودات عمله. استنى. وطلعت أخته بتسيح عايزاها تخرج تتمشى معاها شوية عشان أخوها الكبير عاقبها تاني، وهي عايزة حضن تعيط فيه، وأنا عايزة ألتم الراجل مش عارف يتجوز. أنا مضطرة أخرج شوية وهرجع بسرعة. استني، هتسيبيني كده وتخرجي مع صاحبتك؟ ما هو أنت مش عارف ده وقت طوارئ. أخوها الشرير عاقبها، ولو أنا سبتها لوحدها هتشرب وهتروح في داهية، فلازم أروح أنقذها ومش هتأخر. استني، أنا اللي جبته لنفسي. هدي أعصابك بس يا ريس، لسه المسلسل طويل. وبيمر الوقت وخدوا سهرتهم وقعدتهم وعملوا الشوبينج كمان، وتشانج وصلتها لحد البيت. هي ده، أنا ما كنتش متخيلة إن شقة جوزك في نفس الكومباوند اللي شقة أخويا فيه. هو أخوكي ساكن في أنهي عمارة؟ دي أو دي مش فاكرة، أصله عنده عمارات كتير. لا بقى دي مشاكل أغنية ماليش دعوة بيها، أنا طالعة، باي باي. والريس كل ده ما نمش، واقف مستنيها، سيجارة سودة، كرافتة سودة، ولاعة سودة، وحلقة سودة، ومنيل ابني قوي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه تحت؟ كنت مستنيكي، خفت ترجعي سكرانة وما تعرفيش تطلعي. لا لازم اظبط نفسي. هو حلو كده ليه؟
وأنا بضعف كده ليه؟ كلنا يا بيبي والله العظيم، كلنا، بس أنا لأ، أنا فلتش منيهم. في إيه؟ مفيش حاجة، يلا نطلع بيتنا. وهو كان مبسوط قوي ببيتنا دي، شكل الليلة حلوة ولا إيه؟ وطلع هو الأول عشان يفتح لها الباب، ومرة واحدة الهلاوس اشتغلت عندها وشافته بديل، وشوية شوية طلع له ودنين وبقى فوكس قد كده اهو، وجريت عشان تمسك ديله. خد يا ريس الحق ديلك انت، خد. وهو طبعا مش شايف اللي بيحصل وراه، وهي مصممة تمسكه وتقصوه له لحد ما مسكته في الآخر. اثبت يا ريس. مراتي انتي بتعملي ايه؟ اقلع البنطلون ده بسرعة. لا، هي أختي شربتها خمرة مضروبة ولا في ايه؟ وهي شمها بس مفيش ريحة خمرة. اقلع البنطلون بسرعة، ديلك جه قدام وانا هروح اجيب مقص اقصهولك. ايه؟ وجابت المقص. بيبي انتي مش هتقصي له ديله، هو انتي هتقصي مستقبلك. اهدي بس، استني. ما تقلقش، انا بعرف اقص كويس، وانا بقصه مش هخليك تعيط. احنا اللي هنعيط له يا فنانة، احنا اللي هنعيط له. لا استني. ايه كده غلط. وحاول بقدر المستطاع ان هو ينقذ ما يمكن انقاذه، وهي لا يمكن، لازم تقصه، يعني لازم تقصه. هي الأعراض دي عندك بقالها قد ايه؟ اوعى بس كده، خليني اقص البنطلون ده. وشاف الفاتورة وفهم ان هما كلوا فطر طلع سام، وهي اتسممت منه وعمل لها هلوسة، وهو ما كانش عارف ينفد بجلده ازاي، هي ماسكة وقفشة في البنطلون ومثبتة فيه، ودخلت المقص والرئيس مات. وبيمر الوقت وخدها المستشفى، قاعد جنبها طول الليل. ما تخافش، تعالى بس انا هقصلك الديل ده واريحك منه. ده تسمم بالفطر، ما استواش كويس والسم راح لجهازها العصبي وبقت بتشوف هلوسة. احنا ادينا لها محاليل كتير هتخلي السم ده يخرج في البول وخلاص. وطمنوا عليها ومشي، وكلم سكرتيره يطمن على اخته لا يكون عندها نفس الاعراض، فبعت له صورتها وهي متعلقه على الحيطه. يا ريس بتقول ان هي عنكبوت وعماله تعمل شبكه عنكبوت. صبروا يا رب، صبروا يا رب. تاني يوم بعد ما رجعها البيت صحيت مخضوضه وماسكه بوكسره بعد ما شلفطته ورا وقدام، وافتكرت اللي حصل امبارح وزعلت ان هي ضيعت مستقبل جوزها. مدام كاي بقيتي احسن شويه؟ عايزه تقصي الديل تاني؟ ما تبس بقى يا ريس، ما تبس بقى، عيله وغلطت. انا اسفه، بوظتلك البنطلون، هجيب لك 2 جداد. ماشي وانا مستني. طيب هو انا ما اذيتكش امبارح؟ من انهي ناحيه بالظبط؟ لو من الناحيه النفسيه فانا محتاجه اتعالج دلوقتي، اما الجسديه فمستقبلنا كويس ما تخافيش. وكمان انا غسلتلك هدومك ونشرتهم، فما كانتش عارفه تروح فين وتيجي منين. انا افتكرت حاجه، امبارح جبتلك هديه. وطلع جايبه له كرافتة من الوانه المفضله، وربطها بسرعه بس عمل نفسه ما بيعرفش وفكها. انا مش عارف اربطها، ممكن مراتي تساعدني؟ فلبستها له، وعدت نسمة هوا ورجع فلاش باك وافتكر لما هدومه كان عليها نفس الريحة. هو حد لمس هدومي؟ اصل النهارده كان فيه هوا جامد، فهدومك طارت وقعت على بلكونة الجيران، فالبنت اللي جنبنا لمتها وغسلتها لك بنفسها. وافتكر لما كان بيراقبها وهو واقع في حبها. وقد سفح الكيل دلوقتي بقى. مراتي ممكن تحبني دلوقتي؟ والليلة مش هيسمح لأي حاجة تعترض تعبيره عن مشاعره، هو مستني اللحظة دي بقاله كتير. اتنفسي يا بيبي، اتنفسي قبل ما تتعاقبي. وأخيرا هيبقى معاها وبشكل رسمي، وحاول يفهمها قد إيه بيحبها، لكن فجأة تليفونها رن وصحيت من الحلم البامبي ده. بنت عمتك هتتجوز، تعالي البيت عشان تحضري فرحها وتساعدينا، وكمان وحشتي جدتك. طيب حاضر. هو في إيه؟ مفيش حاجة، الشركة عندي بس عايزيني في شغل ضروري وهيبقى فيه سفر. ما ينفعش يعرف إن أنا راجعة بيت العيلة، ولا حتى ينفع أخده معايا. لو أهلي عرفوا إن أنا اتجوزت من وراهم هيبهدلوني. هتقعدي قد إيه؟ 3 أيام. ولما ترجعي هينفع تحبيني زي النهاردة؟ إيه؟ فبس إيديها عشان ما تحسش إنه بيضغط عليها. مفيش حاجة، خلي بالك من نفسك بس. تاني يوم كان في المكتب متضايق، هيضطر يستناها 3 أيام، وكلم أخته. سكرتيري جابلك تذكرتين السينما اللي انتي طلبتيهم ولا لسه؟ ايوه بس للاسف مش هقدر اروح، اصل صاحبتي راحت المدينه بتاعتها تحضر فرح بنت عمها، فمش هتلحق تيجي، فالفيلم كده راح علينا. فاتضايق. مش هي قالت عندها شغل؟ طلعت بتضحك عليه. فرح بنت عمها وما عزمتنيش، ها؟ عايزه تبقى لوحدها ليه من غيري؟ هو انا ايه، عشيق مخبيها؟ انا جوزها. هالو، عايز كل معلومات عيلة سونج واسم مدينتهم ايه، ولما تجيبها احجز لي طيارة على هناك.
تاني يوم بالفعل وصل وقابل عمها كمان، قال يعني جاي يشوفه مخصوص عشان يدخل معاه في مشروع بحكم ان هما جيران في بكين، وخد دعوة الفرح من بق الراجل غصب واقتدار. ده شرف ليا اني احضر فرح بنت حضرتك طبعا. يا لعوب انت. وبيمر الوقت وكانت بتحضر الحاجة وبتلعب مع توتو بنت عمها صغيرة، وجات العروسة بقى. شفتي انا اتجوزت واحد من عيلة كبيرة، قدروا الباقي عليك انتي بقى. لازم تلحقي نفسك وانتي صغيرة كده، ويا ريت لو تتجوزي واحد غني عشان ما تحطيش وشنا في الارض. النهارده في الفرح هتلاقي شباب كتير جامدة. ايه ده؟ بصي يا توتو، اجري تعالي نروح نجيبها. وسابتها تهاتي مع نفسها، تستاهل. وهي بتلعب كانت هتقع وهو لحقها فاتاخدت. هو جه هنا ازاي كده؟ هتتفضح. انتي كويسة؟ ايوه كويسة. انت جيت هنا ازاي؟ انا عندي شغل مع عمك بالصدفة فعزمني على فرح بنته. كدبتي عليا ليه؟ سونج انتي كويسة؟ ايوه يا عمي مفيش حاجة. هو انتوا تعرفوا بعض؟ لا معرفوش. طيب ده شريكي في الشغل أستاذ كاي، ودي بنت أخويا سونج شغالة في بكين برضو. أسيبكم أنا بقى تتعرفوا على بعض. نسا سونج اتشرفت بحضرتك. وأنا كمان. وما كانش عايز يسيب ايدها. تبت يا ريس تبت، فخدت توتو وهربت بسرعة من قدامه لا يفضحها. لطيفة قوي وهي مرعوبة كده. ما انت يا ريس ترعب بلد بصراحة. الحمد لله مش حياتي. وبعد الفرح لامت نفسها هتصالحه ازاي دلوقتي وتخليه يسامحها. هي كده قللت منه وكدبت عليه، ففكرت تجيب له بدلتين هدية وهو قلبه طيب وهيصفلها بسرعة. وحاولت تقيس مقاساته في خيالها بس ما قدرتش تكمل من شدة قوة الموقف، وفضلت تساوت وبعديها كانت محتارة هتعرف مقاساته ازاي، لحد ما شدها في اوضته وقفل عليهم الباب. بتعمل ايه؟ بقالي يومين ما شفتكيش، جوزك مشتاقلك. انت ازاي قاعد عندنا في البيت؟ عمك عزمني فما قدرتش ارفض. طب سيبني بسرعة الاوشن هتبقى مصيبة. سونج هو انا وحش للدرجة دي؟ بتستعري مني؟ مش عايزة تعترفي بيا قدامهم؟ لا مش كده، اصل انا ما قلتش لاهلي عليك، ولو عرفوا ان انا اتجوزت من وراهم هيبهدلوني وهيقولوا ان انا بنت مش كويسة عشان اتجوزت من وراهم بالشكل ده. وكمان ده فرح بنت عمي وهي العروسة، فما اقدرش اخطف الاضواء منها. وبعدين مش انت اللي قلت نتعود على بعض الاول؟ ما انت كمان ما عرفتنيش على اهلك وانا ما زعلتش، تزعل مني ليه بقى دلوقتي؟ صح، نتعود على بعض الاول. وبدأ يطبق كلامها بقى، في قلبها وقف. مدام كاي فاضي دلوقتي نتعود ونحب بعض؟ بقالي يومين مشتاقلك. ما هو ما ترفضنيش. وقرب يعبر لها عن حبه. بلاش دلوقتي، عمي ممكن يرجع ويشوفني. فزعل. كل مرة بترفضه بيحس إن مفيش أمل تحبه أصلا وإنه مش كفاية ليها. ماشي أنا آسف. لا أنا اللي آسفة، وعشان أكفر عن غلطتي دي هغسل لك هدومك. لو جاب لي بنطلون وبس هعرف مقاسه. بجد؟ طيب استنيني. واتفاجئت بيه جايب لها البوكسر بتاعه. هي عايزة البنطلون يا ريس، عايزة البنطلون. هتقيسك ازاي دلوقتي؟ مش انتي قلتي عايزة هدومي؟ نسيت ان كل بدله بيوديها المغسله مخصوص وبيغسل هدومه الداخليه بس. وعمها رجع وسمعت صوته فخدت منه البوكسر وجريت. يلا يا ريس معلش خش انت بقى. وبالليل توتو فتحت التلاجة ولمت شويه شيبسيهات وممنوعات كده وجريت في الاستخوب بص عشان ما حدش يشوفها. فالريس قفشها. عمو ما تقولش لحد عشان هيضربوني. ناديني باسم جوز طنط سونج وانا مش هقول لحد. بس انت مش جوزها. دي حاجات للكبار بس. يلا قولي لي يا جوز طنط سونج عشان بكره هجيب لك حلويات احلى من دي. يا جوز طنط سونج. شطورة. يلا اجري بسرعة قبل ما حد يشوفك. وجريت الخلبوسة اللي قد كده اهو. وسونج جت ومش عارفة ايه اللي حصل بينهم. انا غسلتهولك. فخدوا منها. بس مش ده المهم. المهم ان هو ياخد قلبها هي زي ما خدت قلبه. بس كانت مركزة على البنطلون عشان المقاسات. بتبصي على بنطلوني كتير، عاجبك؟ ايه؟ عايزة تقصي الديل تاني؟ انت قصدك ايه؟ انا كنت مهلوسة وقتها، ما كانش قصدي حاجة. بس انا قصدي عايزة اتكلم معاكي شوية وهنا مش مناسب. تطلعي معايا الأوضة ونقفل الباب ونتكلم براحتنا. انتي مراتي، يعني عادي يتقفل علينا باب الأوضة. لا ما هو مش هينفع، اصل عمي ممكن يصحى دلوقتي. وسبته وجريت. الرئيس طول المسلسل بيحاول يتجوز ومش عارف. معلش يا ريس المسلسل لسه طويل. تاني يوم مرات عمها وجدتها كانوا بيتكلموا على جوازها لأنها شافت السيد كاي امبارح معاها في الصالة لوحدهم وهم خايفين على سمعة بنتهم. وقرروا يجوزوها لتشين ابن عيلة لو. فترعبت وهو نزل وسمع كل حاجة. مش قادر يتكلم وهي مش عايزة حد يعرف عن علاقتهم.
وتوتو نادته بجوز طنط سونج وكلهم اتصدموا وزعقوا لها ازاي تقول كده. ما هو عمو اللي قال لي اقول له كده. فادالها الحلويات اللي وعدها بيها وادى لسونج قدامهم كمان. طبعا هم فاكرينه راجل بتاع علاقات لانهم سمعوا ان هو متجوز في بلده ورتبوا لها الجوازه قدامه. فكان قاعد مش طايق نفسه، كرامته وجعاه، مراته بتتاخد قدام عينيه ومش عارف يعمل حاجه. يا تيتا انا مش عايزه اتجوز ده، انا اللي اختار مش انتي. ومرات عمها خدت منها التليفون وضافته لها على الويتشات غصب عنها، وهو كان شايف كل ده بيحصل قدامه ومش عارف يتحرك، وعاتبها بعينيه لانها هي اللي سكتت من البدايه، وطردوه بالذوق وقالوا له ان هو عنده طياره المفروض يلحقها، فكان نفسه ياخدها معاه بس مش عشان ما يعملهاش مشاكل اكتر من كده. وبيمر الوقت ورجعت بكين وهو كان مستنيها في العربيه، ولما ركبت ما كانتش عارفه تبدا كلام معاه ازاي، وفجاه تشين بعت لها رساله صوتيه ان هم يتعشوا سوا بكره، فاتخضت. هو كده هيزعل اكتر ومش هتعرف تصالحه. انا رايح احضر عشاء عمل عيلة له، هتيجي معايا؟ فرفضت لان كده تشين هيشوفها معاه، وهي لسه مرتبتش هتعمل ايه ومرعوبه جدتها تعرف. تمام نامي بدري ما تستنينيش. ليه حق يزعل، مراته قدامه واهلها عايزين يجوزوها لواحد تاني. ولما روحوا البيت جاب لها شهاده الجواز بتاعتها. هو انت بتدهني ليه دلوقتي؟ حسب المادة الرابعة من قانون الجواز الزوجين لازم يكونوا مخلصين لبعض، واحنا متجوزين رسمي، وانت دلوقتي بتكلمي واحد غيري، ده اسمه خيانة، واللي هي الحق احافظ على حقوقي الشرعية. بس انا ما كلمتوش، ده هو اللي بعتلي. بس انت لسه محتفظة برقمه على الويتشات عندك. سونج هو انا مش كويس كفاية ليكي؟ فمسحت رقم تشين بسرعة والرئيس فرح. بس لسه هتروحي تقابليه؟ لا مش هروح، انا ست متجوزة وجوزي مالي عينيا، ما تقلقش انا بحترم قانون الجواز كويس. طيب انا لسه مش حاسس بالامان. طب اعمل لك ايه عشان تحس بالامان؟ عايز حقوقي الزوجيه، دي حاجات قانونيه وحلال عشان نحب بعض بسرعه وننام في نفس السرير. وما استناش الرد وعبر لها عن حبه، ونطلع احنا بره بقى يا جماعه عشان الاوضه دي مش بتاعتنا، يلا بره بره، وانت كمان يا نونا بره بره. وبالليل راح عشان عمل كل ده عشان ياخد تشين معاه الملهى عشان يفتح معاه الحوار هناك ويشيلها من دماغه، بس لسوء الحظ عشان العرة كان هناك وعمل عليه مكيدة وبعت له بنات عشان يصوروه ويبعت لها صورته. وخد الصورة وهي لما شافتها انهارت وقعدت تعيط وافتكرت كل ذكرياتهم مع بعض، ده الزوج المحترم اللي بيتكلم عن الإخلاص. وبيمر الوقت وكانت لمت شنطتها بس اتحكمت في نفسها على آخر لحظة، الهروب مش حل، لازم تواجهه وتتكلم معاه يمكن يكون عنده تفسير. وهو رجع ولما شافها بالمنظر ده اتخض. مراتي رايحة فين وسايباني؟ هو انت النهاردة رحت مالها ليلي؟ ايوه، وكنت قاعد مع بنات في حضنك غيري؟ الصور دي بتاعتك، انت ازاي تعمل كده مع بنات تانية؟ ده الإخلاص اللي بتقولي عليه؟ لا لا أرجوكي أنا مظلوم، أنا ما عملتش حاجة وهثبت لك ده وهجيب لك كاميرات المكان. فوافقت تسمعه. هات لي تسجيلات كاميرات الملهى اللي كنت فيه من الساعة 10 للساعة 11. وبيمر الوقت وكانوا قاعدين مع بعض بيتفرجوا على اللي بيحصل، وشافت إن الصورة اتاخدت في وقت غلط قبل ما يبعت البنات عنه. شفتي ظلمتي جوزك اللي مش شايف غيرك ولا عايز يشوف، ده حد عمل لي فخ عشان يوقع بينا، أنا مظلوم. وأنا أسفة، اتوترت شوية وافتكرت ان انت بعد ما خدت مني اللي انت عايزه هتسيبني وتروح لحد تاني، بس انا ما خدتش حاجة لسه، دي كانت بوسة بس. طيب انا اسف، بعد كده مش هروح اماكن زي دي تاني، بس دلوقتي خلاص مفيش زعل بينا صح؟ مدام كاي انتي ظلمتيني قوي النهاردة وكسرتي قلبي وكنتي عايزة تسيبيني، مش هتعوضيني بقى؟ وقرب منها يخطف أنفاسها، عايزة تحس بحبه وإن هو مخلص ليها هي وبس، لكن بدون إجبار. ولبسها الخاتم اللي قلعته. ممنوع تسيبيني تاني، وممنوع تطلقيني، وممنوع تشوفي راجل غيري. أنا أسفة. طيب اديني بوسة. ما انت لسه واخد. مش كفاية، لازم أخد حقي. ونطلع احنا بره بقى يا جماعة عشان الرئيس بياخد حقه. وبعد 3 ساعات عرف ان شان هو اللي عمل كده، فرقد له بقى وكلم السكرتير عشان يعمل له فخ. تاني يوم اتقبض عليه بتهمة التأشير وخدوه على الاسم. وتشينج بعتت لها ان في واحد اسمه شان لعب مع اخوها غلط فحبسه، بس هي لسه ما تعرفش هو عمل ايه مع اخوها اصلا، فاستغربت ان شان بيعمل مشاكل قوي كده ووصل لاخوها كمان. يا بيبي لو تعرفي. والمدير جالها وقال ان في شخصيه مهمه مدير اعمال طالبها بالاسم تصوره النهارده، فلازم تجهز نفسها عشان سمعه الشركه على المحك.
ودي زميلتها الشيء العرة اللي بتبصلها في كل حاجة وبتغير منها وبتقلدها وعايزة تاخد مكانها بأي طريقة، وهي عرة أصلا. إيش جاب لي جاب يا بيبي، بس إيش جاب لي جاب. وإن كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. وقررت تاخد الجلسة مكانها وراحت لها وقالت لها إن الميعاد اتلغى، فصدقتها. وبيمر الوقت والرئيس جه عايز يفاجئها ويعترف لها بكل حاجة، بس للأسف اصطبح بوش العرة دي وفضلت تبني أحلام في دماغها بقى إن هي هتوقعه في حبها وتاخده فريسة، وهو فعلا فريسة يا بيبي، ما كدبتيش. أنا فاكر إني طلبت حد تاني. قصدك الأنسة سونج؟ دي واحدة جديدة معانا مش محترفة وملهاش في تصوير البيزنس، وهي مشغولة دلوقتي. مشغولة؟ مش مشكلة، هستناها. اتفقعي بقى، يلا موتي موتي. بس ايه رئيس القعدة دي؟ فبجحت أكتر وقالت له إن هي هتستناها معاه، وكل ده عشان يعدي الوقت والمدير يعرف ويرفدها. فاتصل على المدير وحكى له اللي حصل، فاتصدم وكلمها بسرعة وراحت لهم جري وهزقها قدامه إن هي سابت شغلها وإزاي تتأخر على عميل مهم زي ده ولازم تعتذر له. ما هو التصوير اتلغى وده حصل غصب عني. والرئيس لفلها واتفاجئت بيه وخافت. لا، أنا مش محتاجة اعتذار، الغلط عندي، أنا اللي ما كلمتش مدام سونج بنفسي. بعد كده كلامي هيكون معاها هي مباشرة. وعموما أنا فهمت اللي حصل، الموظفة التانية كانت عايزة تاخد جلسة التصوير دي منها، فالاعتذار واجب عليها هي لمدام سونج. وكان ماسك نفسه بالعافية وهو بيدوس على مدام سونج عشان ما يقولهاش مدام كاي. فالمدير هزق شي وخدها معاه، رجل والرجال قليل. وقعدت بقى عشان تبدأ الجلسة. هي لسه مش عايزة أي حد يعرف إنها متجوزة، وهو تراجع إنه يعترف هو مين. لسه متردد، مش عارف هتتقبل ولا لأ. ولبسته بدلة فاتحة عشان الإضاءة، فبس إيديها في الاستخوبس كده، ما هو مش قادر يبعد عن مراته حبيبته، فضربته اللعوب ده. وبدأت الجلسة والعيرة كانت واقفة بتراقب، وقررت تسرق كارت الميموري بعد ما تخلص عشان توديها في داهية. وبالليل اكتشفت إن الكارت اتسرق، ودي كارثة. المدير لو عرف هيرفدها لأن دي جلسة بيزنس وما ينفعش حد يعرف إن هو جوزها. وبعتت له رسالة إن هو يجي الشركة ضروري لو يقدر، وهو كان في اجتماع وقام فورا يروح لمراته حبيبته. أنا أسفة عشان جبتك في وقت متأخر زي ده، بس الميموري اتسرق وأنا مش عارفة هواجه المدير إزاي. أنا في خدمتك يا مدام كاي. فحست بالذنب من اللي بتعمله فيه. بس إحنا لازم نعرف مين اللي سرق الكارت ده. هما دايما بيتعاملوا معاكي كده في الشركة؟ مش دايما. ليه ما قلتليش قبل كده؟ أنا ممكن أساعدك وأجيب لك حقك. لا مش لازم، لو أنا ما اتصرفتش بنفسي يبقى مليش لازمة، وبعدين أنا مش عايزة حد يعرف إني متجوزة وبعتمد على جوزي ومليش شخصية. فحاول يتفهم موقفها، هو مصمم يساعدها. ممكن تبصيلي بصة حنينة شوية، يعني فكر في حد بتحبه كده وتخيل عشان أخد الصورة. فشدها عشان يوريها الحنية اللي نفسه تحس بيها. أنت بتعمل إيه؟ مش أنتي اللي طلبتي بصة حنينة؟ وأنا اللي بحبها قدامي مش محتاجة أتخيل. ممنوع التلامس في الشغل، بس احنا دلوقتي خارج مواعيد العمل. وعبر لها عن حبه بهدوء يمكن ترضى عنه. ونطلع احنا بره بقى يا جماعة عشان في جلسة تصوير خاصة دلوقتي. تاني يوم راحت الشغل وقفشوا شي ان هي اللي سرقت الكارت بتاعها، وبمكالمة تليفون واحدة اتطردت من الشركة وجاب لها حقها. وشان كان بيدور حوالينها من بدري ولقى دي طالعه في وشه، فسألها عليها وان هو جوزها، ودبرت له مؤامره وحبسته واتخلت عنه عشان بتخونه مع واحد غني. الكداب ابن الكدابه. فالعيره استغلت الموقف، كل العرر كده سبحان الله. وبيمر الوقت في البيت، حكت له كل اللي حصل معاها النهارده، وهو كان قاعد بيتأملها في دايب فيها. ينفع كده قبل ما تحكي لي اللي حصل تحكي لصاحبتك؟ ما هي البيست فريند وما فيش أسرار بينا، أي حاجة عندي بتعرفها وأنا أي حاجة هي عندها بعرفها، سواء عليها أو أخوها الكبير العجوز. هو مش كبير قوي على فكرة. وأنت عرفتي منين؟ ما ينفعش نحكم على حد من الكلام اللي بنسمعه عنه، لازم نقرب منه الأول، مش يمكن يطلع عكس الصورة اللي احنا متخيلينها عنه. هو أنت شفته قبل كده؟ بصراحة أنا ولسه هيعترف لها تليفونها رن طالبينها في الشركة. ولما راحت لقيتهم كانوا ملمومين حواليها، وفضيحة إن واحدة زي دي ما ينفعش تشتغل في شركة محترمة زي دي، لأنها دخلت جوزها السجن عشان خاطر عاشقها. والشي اللي عرة أجرت البلوجر دي عشان تفضحها على السوشيال ميديا وتنتقم لنفسها. وشان جه ومثل إن هو جوزها وهي ست ناشز ومش عايزة ترجع له البيت، ولسه هيضربها عشان شتمته. الريس جه وكسر له إيده. كلنا كنا مستنينك يا ريس، والله كلنا. انتي كويسة؟ انت جيت ورايا ليه؟ ما أنا لو ما كنتش جيت كان الوضع هيسوء أكتر. واعترف لهم إن هو جوزها، والدنيا اتقلبت. والمدير اعتذر لها بنفسه، فهددهم بقوته وسلطته وجبروته إن كل اللي شارك في إهانة مراته هيتحبس. اديله يا ريس اديله.
والأمن جم وخدوهم ومشوا. فافتكرت لما جدتها كانت بتعاقبها على أقل حاجة وعمرها ما وقفت في صفها حتى وهي مظلومة، لكنه هو الوحيد اللي عمل كده، وحصلت على العيلة اللي كان نفسها فيها وعوضها حنان الدنيا كله. شكرا. بتشكريني ليه؟ أنا جوزك، أنا عيلتك وحمايتك واجبي، وعلى طول هبقى في صفك من غير شروط. فمسكت قلبها بالعافية، هو يستاهل كل حاجة وهي غلطانة عشان بتحرمه من أقل حقوقه، وخدها ومشي. وبالليل كانت بتكلم تشينج فجأة وخد منها تليفون. مدام كاي كفاية كده. لا اوعى تسيبني، انت بتعمل ايه؟ انتي شايفة ايه؟ مش المفروض ان انتي مراتي هتفضلي مشغولة عني كتير كده؟ ينفع نحب بعض النهاردة؟ وعمل لها شت داون لدماغها، بس كان سقط لها نسخة الويندوز الأول. أخبار نسخة الويندوز بتاعتك إيه يا نونا؟ لا أنا عايزة أنام. طيب اتعودتي على سريري ولا لسه؟ اتعودت 80% كده. 80%؟ يعني لسه فاضل 20%. نكملهم النهاردة؟ يا سيبي فلتش بويز انت. وتليفونها رن ويوه. جدتها بتشتمها عشان فوتت ميعاد مقابلة العريس، وأجبرتها تروح بكرة تقابله، ولو ما راحتش هتجيب العيلة وترجعها المدينة غصب عنها. فكانت ليلة سودة على دماغهم هما الاتنين، وكل واحد نام في أوضة. تاني يوم كان زانق شيف مشروع عشان يأخروا على الميعاد وما يروحش يقابلها، وعلى آخره ومش طايق نفسه. فاتين بعديها بعت لها رسالة اعتذار إنه مش هينفع يقابلها النهاردة، وبعت لها بوكيه ورد. فافتكرت إن الرئيس هو اللي بعته لها فصورته له، وهو كان على آخره، ما هو ما بعتش حاجة، وعرف إن تشين هو اللي اشتراه، فاشترى ورد مخصوص وبعته لها على الشركة، وبعت لها رسالة: ارمي الورد اللي فات، لونه مش حلو. وهي طبعا مش فاهمة حاجة. وبيمر الوقت في البيت، حاول يعبر لها عن حبه واشتياقه. شكرا على الورد، عجبني قوي. أنا بحب أبسط مراتي. هو النهاردة وصلتي لفين في التعود على السرير؟ 85%. كل يوم بيزيدوا 5%، يعني كده فاضل 3 أيام بس، صح؟ طيب ممكن بوسة تصبيرة؟ وقعدوا يهزروا مع بعض ويلفلفوا مع بعض، ونطلع احنا بره بقى يا جماعة. لا استنوا، بنت عمها اتصلت: معلش يا ريس حقك عليا انا. واتصدمت، دي اتطلقت وسابته وراحت تلحقها. دي غلطتي أنا، بعد كده هاخد منها الموبايل الأول. ايوه يا ريس اتشفك. وراحت لها فاشتكت لها من اهل جوزها ان هم بيهنوها، ويا ريتها كانت شافتهم قبل الجواز، ما كانتش قبلت بيه، وحذرتها ما تتجوزش واحد غير لما تعرف اهله الاول. أنا كمان المفروض كنت أشوف أهله الأول. وبعد يومين استنته لما رجع من سفر شغله، وقررت تسأله، فحاصرها في حضنه: هو انتوا كام واحد في العيلة؟ 5، بابا وماما، وعندي أخ صغير وأخت شقية. طيب امتى هتخليني أشوفهم؟ بجد عايزة تشوفيهم؟ هو مش احنا خلاص متجوزين وبقينا عيلة واحدة، فلازم أشوف أهلك، ما انت شفت أهلي. فافتكر الكلام اللي قالته في العربية على أخو تشينج الكبير وخاف. يا ترى لو عرفتي الحقيقة هتفضلي معايا؟ هو انت اتضايقت؟ لا، اليومين دول بس هما مسافرين برا وهيرجعوا بعد شهر، لما يرجعوا هخليكي تشوفيهم. ففرحت ودخلت في حضنه تشكره، ولسه جاية تهرب على أوضتها قفشها: انتي كده اتعودتي على السرير بنسبة 95%، يبقى بكرة ميعادنا، صح؟ حاجات بكرة نتكلم فيها بكرة. تصبح على خير يا سيد كاي. لا استني، قولي يا جوزي. تصبح على خير يا جوزي. وانتي من أهله يا مراتي. وجريت من قدامه قبل ما يفترسها. كنت عايزة أشوف. وأمه بعتت له إن هي عايزة تروح سويسرا في الربيع وعايزاه يحجز لها، فجت له على الطبطاب وكلم سكرتيره وسمع كلامها، وفضل يفكر يا ترى هيعمل ايه كده قدامه شهر واحد بس يخليها تحبه بجنون، عشان لما تعرف الحقيقة ما تسيبهوش. وبيمر الوقت، ولما صحيت شافت تليفونه ورد السكرتير عليه وحجزت تذاكر الطيران، وفهمت ان هو بعت اهله بره عشان ما تشوفهمش، واترعبت كل ده عشان ما تشوفش عيلته. وبعديها شاف التليفون مفتوح وعرف ان هي فهمت غلط. وانا عايزة ألتم. تاني يوم راحت لبيت تشينج وحكت لهم كل اللي حصل، فقعدت تشتم فيه بتشكال بيجي، وهو بعت صور إغراء لعل وعسى قلبها يحن برعاية مصنع الحديد والصلب. يا لهوي ايه العضلات دي، وريني اشوف. فخبت التليفون بسرعة. جوزها برضه بيتغير على أشيائه، فبعتت له رسالة: أنا هبات في بيت صاحبتي النهاردة، ما تستننيش.
بس النهاردة المفروض هتكوني اتعودتي على السرير 100%. سرير ايه دلوقتي؟ هو ده كل اللي همه؟ انا فهمته على حقيقته خلاص. تاني يوم اخته جت صحتها وهي مبسوطه، ما هو الريس بعت لها شويه فلوس كده عشان تاخد صاحبتها ويعملوا الشوبينج على حسابه، بيدلع مراته من تحت لتحت. وهي كانت مستغربة، هو ده أخوها الشرير؟ إزاي وهو حنين وكريم كده حتى مع الناس الغريبة؟ وبيمر الوقت وخدتها لبيت جدتهم، والجدة اتمنت لو تبقى عروسة حفيدها الكبير، لأن الصغير كسلان وبتاع بنات ومش قد الجواز، لكن الكبير اتربى على النظام العسكري عشان جده كان عسكري ورباه على إيده. بيفكرني بجوزي قوي، طول عمره كان في المدارس العسكرية يا عيني، وانتهى بيه المطاف في الآخر في القوات الخاصة، وكده هيقدر يحميها ويوفر لها الأمان اللي أي بنت بتدور عليه. وعرفت إن هو مترباش معاهم أصلا، أصل ماما وهي حامل فيه كانت هتطلق من بابا، فسابته ورجعت بعد 5 سنين بيه زي الأفلام بالظبط. في الفترة دي جدي هو اللي رباه، أبو مامتي. وعرفت قد إيه هو حنين ومراعي، بس ما بيعرفش يعبر عن حبه لأنه طول عمره كان كبير وشايل المسؤولية لوحده. وفعلا زي ما جوزها قال، ما ينفعش نحكم على حد من الكلام اللي بنسمعه عنه، مش يمكن يطلع عكس الصورة اللي احنا متخيلينه بيها. وبيمر الوقت ورجعت البيت وهو خد وعد على نفسه مش هيخوفها منه ويعملها برقة. أنا كنت عند جدة صاحبتي النهاردة وعملنا عجينة، عايز تاكل؟ ولا بلاش، انت راجع متأخر فأكيد كلت برا. لا أنا لسه مكلتش. وقعد ياكل عشان يوريها ان هو بيحترمها وبيقدر تعبها، بس هي لسه مترددة وزعلانة منه وقامت تمشي. استني، هو احنا كده النهاردة وصلنا 100% صح؟ لا 90%. هما نقصوا ليه؟ ولسه هينقصوا لحد ما يبقوا 0 واسيبك وامشي. طيب بكرة بعد شغل ينفع نتعشى سوا؟ بكرة عندي سفر، هقعد شهر. كل ده؟ طب استني، لسه مش عارفة هويتي الحقيقية وبتعمل كده، أمال لما تعرف. وياجي سوء التفاهم، ياجي سوء التفاهم. وعدى الشهر وجت لها سخونية عشان كان عندها جلسة تصوير تحت المطر، فسافر لها هاي تشانغ مخصوص يهتم بيها ويرعاها، وكانت بتهلوس وعايزة بابا وماما ياخدوها معاهم وما يسيبوهاش لوحدها، فقعد جنبها وخدها في حضنه يطمنها ان هو بابا وماما والدنيا كلها. لا انت كداب كداب، ضحكت عليا وقلت لي هتخليني اقابل اهلك وفي الاخر بعدتهم عني، انت عايز تستغلني بس وبعد كده هترميني. فلام نفسه، لو كان اعترف لها من البداية وواجهها ما كانش كل ده هيحصل دلوقتي. انا مش كداب، انا بحبك بجد. ففضلت تعيط وتقول له ان هو اتجوزها بس عشان اعجب بشكلها وهيرميها في المستقبل وهتبقى لوحدها تاني من غير عيلة. لا انا بحبك، انا عيلتك والبيت ده هيبقى بتاعك، انا ملكك للابد. ونامت من التعب، فخدها في حضنه تحس بدفاه عشان اول لما تعرف الحقيقة تفتكر كل اللي عمله معاها وتسامحه. وناموا. تاني يوم صحيت لقيت نفسها في حضنه فاتخضت، وهو كان بيطمن عليها ولقى حرارتها نزلت وبقت كويسة. أنا ما عملتش حاجة، كنت نايم جنبك بس عشان كنت قلقان عليكي. هو أنت جيت لي من بكين مخصوص؟ أنت اتجننت؟ أعمل إيه؟ وحشتيني. ولقيت نفسها لسه بهدومها فاطمنت على أشياء. أنا ما عملتش حاجة، كنت حضنك بس، أنا مش طمعان في جسمك، أنت مراتي للعمر كله. طيب الكلام اللي قلته لك وأنا سخنة ده ما يتحسبش، وأنا لازم أروح الشغل دلوقتي. فحاصرها في إيده، ما ينفعش تمشي وهي زعلانة كده ومش فاهمة. حبيبتي، هو أنتي بتكرهيني؟ لأ. طيب زهقتي مني؟ برضو لأ. طيب ليه بتتهربي مني وبتعامليني ببرود؟ أنا جايلك من آخر الدنيا وأنتي عايزة تسيبيني لوحدي. هو أنت مخبي حاجة عليا؟ أيوة، أنا عارف إن ما كانش المفروض أخبي عليكي إني سفرت أهلي برا، هي كانت صدفة، ومن جوايا كنت خايف لما تشوفيهم تسيبيني. هو للدرجة دي عيلته ممكن تبقى قاسية وخايف عليا منهم؟ هما رجعوا دلوقتي وأنا هاخدك تشوفيهم على طول. إيه يعني أنت بجد هتعرفني على أهلك؟ أيوة طبعا، ساعتها لو عايزة تكملي معايا ولا تمشي أنا هحترم قرارك ده. وحاول يعبر لها عن حبه ويهدي قلبها. لا لسه عندي برد. ما يهمنيش. وقرب يثبت لها حبه عشان ترضى عنه. تاني يوم رجعوا بكين وتشين كان مستنيها عند شغلها يعتذر لها إنه لحد دلوقتي مش عارف يقابلها. أنت مين؟ أنا تشين من عيلة لو، أنا آسف لأن لحد دلوقتي لسه ما تقابلناش. عندك وقت النهاردة نتعشى سوا؟ أنا أسفة، التعرف ده كان فكرة جدتي لكن أنا مش موافقة. ليه مش موافقة؟ إحنا ممكن نقعد مع بعض ونجرب، لو مرتاحين نكمل، لو مش مرتاحين خلاص.
بس رفضك ليا بالشكل ده هيخليني أتصل بجدتك عشان أعرفها وما تفتكرش إن الموضوع وقف بسببي. فافتكرت اللي كانوا بيعملوه فيها وهي صغيرة، دايما كانوا بيلوموها حتى وهي مظلومة. والرئيس كان واقف وشايف كل حاجة ونده عليه عشان عنده مشروع لسه مخلص. السيد كاي ده بيعمل إيه هنا؟ وساب لها الورد وجري عليه. السيد كاي، هو حضرتك بتعمل إيه هنا؟ بصفتي جوز مدام سونغ شي فحابب أعرفك إن إحنا لسه ما أعلناش جوازنا، ودي طبعا حاجة تخصنا، لما نقرر نعلنه هنعلنه، فياريت ما تكلمش أهلها تاني في الموضوع ده وانساها. وسابه ومشي مصدوم. ما هو خلاص بقى، قد طفح الكيل قد طفح الكيل. وبعد الشغل راحت تقابل تشينج وهم واقفين بيتكلموا. تيتي سابتها وجريت على فوق ودخلت اوضه الرئيس وهي كانت مرعوبه، ما هي عارفه ان دي اوضه اخوهم الكبير وممنوع حد يدخلها، بس اضطرت تدخل تجيب تيتي. تيتي تعالي هنا، ازاي تطلع على سرير الوحش الكبير؟ تعالي هنا هيجي يقطعنا دلوقتي. ما حد يا بنات يدخل يجيب لي تيتي. تيتي خدي. ولسه جاية تمسكها ألبوم صور وقع على الأرض، ولما فتحته اتصدمت بصورها وشافته في صورة العيلة وافتكرت لما الكلب خاف منه، ولما تشينج قالت لها إن أخوها ساكن هنا في نفس الكومباوند، ولما قال لها ما ينفعش نحكم على حد من الكلام اللي بنسمعه عنه، ده طلع هو. وياه أخيرا عرفت. وأخته دخلت عليها مستغربة. إيه ده؟ شفتي الوحش الكبير أخيرا؟ هو أخوكي ليه أسماء تانية؟ أيوة، لما ماما ولدته بعيد عننا خد اسم جدي فبقى اسمه كاي جينج، بس لما رجع خد اسم عيلة بابا بقى فبقى اسمه كاي لي. مالك في إيه؟ وفهمت كل حاجة، وإنه ما كانش عايزها تعرف إنه من عيلة لي وبيلعب بيها عشان لما يجي يسيبها ما تفضحوش. وأنا عايزة ألتم. تشينج، مش انت كان نفسك تشوفي جوزي؟ يلا بينا على بيتنا تشوفيه دلوقتي. وخدتها وطلعت على البيت والرئيس اتخض. دي دخلت عليه بالحمالات الكت ووقعت في الأرض أول ما شافته فحطت تفاحة في بقها يكتمها. أعرفك، ده كاي جينج جوزي ودي صاحبتي تشينج من عيلة لي. وتشينج لسانها علق، حذرها بنظراته تتكتم ولو نطقت هيسلخها وهي واقفة، فعملت نفسها ما تعرفوش وقعدت. اتعرفوا على بعض بقى لحد ما عملكم عصير. أخويا، يعني انت راجل النصاب اللي ضحك على صاحبتي؟ اخرسي شوية وهاخدها نروح لأهلنا وأقول لها على كل حاجة، بس لحد ما يحصل ده ما تفتحيش بقك وإلا. فقدمتي الوفاء والطاعة من سكت. ما افتحش بقي ازاي بس؟ دي شافت صورك معانا وعرفتك خلاص. وسونج قدمت لها عصير برتقال وقدمت للرئيس عصير فراولة، وتشينج كانت عايزة تصوت، ده بيكره الفراولة أصلا. مالك يا حبيبي، انت مش بتحب عصير الفراولة؟ الحقي، ده زي أخوكي بالظبط ما بيحبش عصير الفراولة، فاضطر يشرب من سكات عشان تعديها. طعمه حلو. تسلم ايدك. ده أنا لسه هوريكي الويل وسواد الليل اما نشوف بقى هتفضل تمثل لحد امتى. وكانت عايزة تقشرله برتقانه. يا نهار اسود، ده اكتر حاجة بيكرهها ريحة البرتقال، دي بتلعب في عداد عمرها. ايه الانتقام القاسي ده؟ هي بتمثل عليه وهو بيمثل عليها وانا اللي هروح في داهية. حبيبي يلا افتح بقك. يوجي. وراحت جابت له الشيبسيهات والممنوعات وكلهم فيهم جلوتين وهو عنده حساسية من الجلوتين. تعالى هنا يا جوزي، بص جبتلك ايه. يا نهار اسود، دي بتنتقم منه بالبطيء. صعب عليا. وهو يا روحي كان بياكل غصب عنه. انا هروح اشوف تيتي بقى عشان كنا جايبين لها عريس، وجريت من قدامهم. وبعد شوية بعتت لها رسالة. هدي اللعب شوية بدل ما يطربقها على دماغنا احنا الاتنين. ده انا اللي هطربقها على دماغ امه. ادخلوا انقذوا الرئيس يا بنات. والباب خبط. استني انا اللي هفتح. وطلع اوردر البدلتين اللي هي طلبتهم هدية من محل البدل المشهور وصل اخيرا. هي الحاجات دي ليا؟ انا هروح اجربها. لا استنى، مش ليك. امال لمين؟ دي هدية لاخو تشينج الكبير. اخوها الكبير؟ مش انت قلتلي لو قابلت اهلك وما كملناش مع بعض هنتطلق؟ فانا ساعتها هتجوز اخوها الكبير. اصل كل اهله بيحبوني، حتى جدته عايزاني، فلازم اجهز له هدية من دلوقتي. وهو كان واقف يستشيط غضبا. بس انا كنت عايزة مساعدتك في حاجة. ممكن تلبس البنطلون وتقيسه عشان بس اعرف مقاس الجزء اللي تحت هيناسبه ولا لا؟ اصل تشينج قالت لي ان انتوا نفس المقاس تقريبا، فاتصدم. هي حصلت بتتكلمي عن مقاس راجل تاني قدامي؟ ثابت خلاص يا ريس بقى، ثابت خلاص. الحاجات دي بتاعتي انا، ممنوع تدي راجل غيري.
مدام كاي، أنا جوزك، المفروض تفكري فيا أنا بس مش راجل تاني. هو أنا بالنسبة لك إيه؟ ردي عليا. ما احنا اتفقنا لو جوازتنا دي ما نفعتش هنتطلق. فعاقبها على حرقة قلبه، وهي كانت مستمرة في عنادها. ممنوع تجيبي سيرة أي راجل تاني غيري قدامي، والبدلتين دول بتوعي وهروح أجربهم دلوقتي. خد بس يا ريس يهبل انت، ما انت هو وهو انت. وهي كانت مبسوطة قوي، هتخرجوا عن شعوره يعني هتخرجوا عن شعوره. وبعتت لأخته خطتها، والنهاردة بالليل أخوه الصغير عنده حفلة، فهتروح وتغيظه وترفع له الضغط لحد ما يعترف. كلبوبة قوي. وبيمر الوقت ولبسهم، واتصدم ما لقاهاش، وعمال يدور عليها، فلقاها بعتله رسالة إنها تتأخر النهاردة. ليه؟ عشان راحت مع صاحبتها حفلة جين. فغار واتضايق وفقد أعصابه. ما هو يا ريس انت اللي مش عارف تحكم بقى. وقرر يتعلم حركات العيال الصغيرة يمكن تحبه، وقعد يتفرج على فيديوهات التيك توك اللي احنا بنتفرج عليها في الخباثة دي. هي بتحب العيال الصياعة دي؟ طب أنا أبقى صياع كده إزاي؟ يا ريس ده انت ماجستير في الصياعة. تعال بس كده قدام المراية. ايوه اقلع. ايوه 1 2 1 2 وفاق لنفسه. لا أنا راجل قوي، أنا مش بتاع الكلام ده. واتصل بسكرتيره يجهز له العربية. وبيمر الوقت والحفلة خلصت، ولقيته مستنيها، وتشينجي كانت مرعوبة منه. بس بقولك ايه، اخوكي الصغير طلع قمر. انا غيرت رأيي، هتجوز الصغير مش الكبير، ده رأسه تحفة. انا لو منك يا ريس اروح اجيبها من شعرها دلوقتي. وهوب خدها على كتفه كده اهو ورماها في العربية، وتشينجي كانت واقفة تدعي لها، وعبرلها عن حبه بالغصب وغضب، وعضها عقابا ليها. بتحبي الصغيرين ها؟ وانا لا. في ايه مش فيا؟ انا راجل كويس ومحترم واقوى منهم. انا هخليك تعترف لي انت مين غصب عنك. بس هو من عيلة صاحبتي وانا بحبها، وكمان انا بحب العيال اللي بتلبس حاجات مغرية ومتدلعة. هي مدام الكلام اللي بيوجع ده، انت عايزة الرئيس يلبسلك مفستك؟ ماشي هلبسلك زيهم. وات وخدها البيت وبدأ يقلع ويربكها ويوترها للتكسودة يا سعيد، وقلع وكان مجهز لها بقى، ووراها المستخبي حتة قميص اسود شيفون مش على حد، وبقى مفستك. مش انتي كنتي عايزاني ألبس اللبس ده؟ عجبك؟ ايه مش عايزة تبصي لي ليه؟ مكسوفة؟ بصي عليا. انا رايحة الحمام. تعالي هنا. قلبي عندك يا اختاه وقد شفح الكيل. من هنا ورايح ممنوع تروحي بيت عيلة ليه من غيري تاني، وممنوع تبصي لأخويا لأنك مرات أخوك كبير. أخيرا اعترفت. هو انتي كنت عارفة؟ أنا عارفة بقالي شوية، بس كنت صابرة عليك عشان انت اللي تعترف بنفسك. ليه مش عايزني أقابل عيلتك؟ ما أنا كنت خايف تسيبيني، سمعتي حاجات كتيرة وحشة عني وشايفاني شخص مش كويس. بس برضو ده ما يخلكش تكذب عليا طول الفترة دي. أنا آسف، أنا غلطانة ومن حقك تعاقبيني زي ما انتي عايزة، المهم تكوني مبسوطة. انت بتحبيني قوي كده؟ أنا أصلا بحبك بقالي 4 سنين في السر، وانتي عامية ما بتشوفيش. ممكن بقى تبطلي قسوة عليا وتفتحي لي قلبك؟ ماشي هديك فرصة أخيرة. هو ينفع تديهالي دلوقتي؟ انتي نسبة تعودك على سريري بقت 100% صح؟ والرئيس اتخذت شريكه إلى جنتها. استنى، لا يستنى يا فنان، احنا كلنا مستنيين بقالنا كتير. يلا يا ريس عايزين الحفيد لطنط. انت اتغيرت شوية، أصل اتعلمت وشفت فيديوهات. فيديوهات ايه؟ الفيديوهات اللي أختي كانت بتبعتها لك في السر. انت بتبصي في تليفوني؟ ما هو عشان أعرف مراتي بتحب ايه وأقدر أخليها مبسوطة. ويلا نطلع احنا بره بقى يا جماعة عشان الرئيس بيتجوز دلوقتي. أخيرا نشفت رقنا. وبنعرف إن الحب مواقف أمان، إن حد يقف قصاد الدنيا كلها ويقول دي مراتي، دي عيلتي، دي مسؤوليتي. لو لقيتي راجل بيحميكي، بيقف معاكي، بيحارب عشانك، ما تكسريهوش. الرجولة مش في الصوت العالي، الرجولة في الفعل، في الثبات، في تقديم الأمان. لو زعلتي اتكلمي، لو اتخنقتي واجهي، لو شكيتي اسألي. الهروب سهل بس المواجهة صح. لو راجل اختارك هتحسي، لأنه مش هيخليكي تطالبي باهتمام ولا تستني رسالة ولا تبقي قلقانة من اللي جاي. الراجل اللي عايزك بيوصل، بيظهر، بيطمن، بيفرض وجوده. أنا مش هسيبك ومش هسمحلك تسيبيني، ساعتها بس افتحي قلبك. واحنا كبنات مش هنقبل بأقل من حديد عز، أجود أنواع الحديد الشديد، وجوزي يوب. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا.
كانت معاكم سيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. ودي قناتنا لملخصات افلام ومسلسلات الانمي، قناة شيلا تشان، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.